طيبين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون. صل على الحبيب قلبك يطيب. مفاجآت مدوية في الزمالك فجأة كده قال لنا إن هو هيودع جروس. فجأة يعني ظهر مدرب جديد وقال لك اللاعيبه مش عايزين يتدربوا معاه، وهو لسه ما حفظش اسامي اللعيبه. والزمالك يعلن توجيه الشكر لجروس وتكليف الإدارة المالية بتسوية مستحقات. طبعا الراجل درب الناس آخر تمرين. أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا عن توجيه الشكر للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، مع إني كنت منتظر الأستاذ مع التلميذ جروس مع كولر الأهلي يوم 22، بس منعتونا من الأستاذ والتلميذ. وأصدر الزمالك بيان جاء نصه كالتالي: استعرض المجلس تقرير لجنة التخطيط بشأن تقييم للفريق لكرة القدم وموقف الجهاز الفني. بناء عليه قرر المجلس توجيه الشكر للمدرب السويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون مع تكليف الإدارة المالية بسرعة تسوية مستحقاته المالية. ويؤكد المجلس على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله جروس ومساعدوه، وخلى مصطفى شلبي يظهر ويجيب كام جون كده، متمنين لهم التوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة. وفي السياق متصل اعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة تخطيط قطاع كرة القدم برئاسة حسين لبيب رئيس الزمالك واللواء حسين لبيب، وتضم في عضوها حازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجناين. ويحق اللجنة أن تستعين بما تراهم من أصحاب الخبرات ومن رموز أبناء النادي. طبعا كان اللجنة دي ما فيها طارق السيد بيقول ما حدش بياخد رأيه. وستكون اختصاصات اللجنة بما تشمله من خبرات فنية وإدارية العمل على وضع استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية، ورفع ما تراه إلى مجلس الإدارة لاعتماد. طبعا بعد كده قلنا استقبلوا مدرب كان بيدرب النادي الاهلي، يعني ما اعرفش دي مكايده في اشرف بن شرقي والاهلي انه جاب اشرف بن شرقي ولا ايه، بس يعني البرتغالي الثامن اللي يجي الدوري المصري بيسيرو مدرب فنيا للزمالك. طبعا بيسيرو كان جه كده من اكتوبر ليناير 2016 ل 2017 مع النادي الاهلي. اعلن نادي الزمالك تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا لمده موسم ونصف. مش عارفين برضه شرط الجزائي بتاعه ايه، وهيمشي بعد ماتش الاهلي ولا ايه، هنشوف. لا ممكن، كل حاجه ممكنه مع فريق النادي الزمالك، اكبر قلعه رياضيه في المهندسين. خلفا للسويسري كريستيان جروس. طبعا يعني مجلس الإدارة بترشيح توصيات لجنة التخطيط لعدم من السر الذاتية مدربين تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب بورتو وسبورتنج لشبونة الأسبق مديرا فنيا للزمالك لمدة بعد الاستقرار عليه من قبل لجنة التخطيط الرياضي. سبب اختيار بيسيرو ان هو المناسب لتدريب الفريق الأول خلال الفترة الراهنة نظرا لخبرته الكبيرة ونجاحه السابق مع العديد من الأندية والمنتخبات. وأشار النادي الأفضل أنه استعرض المجلس تقرير لجنة التخطيط بشأن تقييمها للفريق. كانوا عمالين يقولوا ميكالي، لكن ميكالي بقى مدرب منتخبات بس وما بيدربش فرق يعني. وموقف الجهاز الفني والإداري، وبناء عليه قرر المجلس توجيه الشكر للمدرب السويسري كريستيان جروس وجهازه معه. تم تكليف الإدارة المالية زي ما قلنا إن هي تدي الراجل مستحقاته، عشان مش نبص نلاقي مشاكل ووقف وفيفا وحوارات. جروس لعب 13 مباراة، حقق 8 مرات الفوز، يعني الراجل 8 فاز في 8 و3 تعادلات واتغلب في ماتشين، ومش عارف اسامي اللعيبة. انت فاهمين؟ ما عرفش اسامي اللعيبة يعني. فهو الراجل جاي بقى بيسيرو جاي ماشي، وان شاء الله يبقى الدنيا تمام. وسيكون بيسيرو الثامن في تاريخ، ده رقم 8 في تاريخ الزمالك بعد جوزيه جوميز وجيزالدو فيريرا وجيمي باتشيوكا وإيناسيو ومانويل كاجودا ونيرو فينجادا، بالإضافة إلى
فييرا الذي يحمل الجنسيتين البرتغالية والبرازيلية. هيظهر بقى يوم الحد الجاي في الماتش ايه بتروجيت، وبعدها الاهلي والزمالك بقى. بعدين بقى لو اتغلب جامد بالاهلي مش عارفين يقعدوا ولا يمشي. سبق عامل جوزيه بيسيرو في مصر تحت قيادة إيه الأهلي، قلنا في أكتوبر 15 لغاية يناير 16. معلش أنا كنت قلت في أول فيديو 16 لغاية 17، لا 15. قاد بيسيرو الأهلي في 12 مباراة وقت قيادته الفريق، وعقب قيادته الفريق قاد بيسيرو كان يعني راح بقى لبورتو وبراغا وفيتوريا وسبورتنج لشبونة في البرتغال. آخر تجربتين مع منتخب فنزويلا ونيجيريا، وكانت مع نيجيريا في لعب معاهم 22 مباراة وحصد وصافة أفريقيا. يعني هو اللي غلب من كوت ديفوار. الماتش اللي كان في النهاية ده اللي كوت ديفوار استفاق فيه فجأة كده، وبدأوا يقولوا نلعب على أرضنا وظهروا يعني. طبعا الأهلي النهاردة في حدث عظيم، في حفلة كده، وبقول لك زي ما قال بوشكاش محمد سعد احنا مش هنروح كاس العالم هيجي لنا في تاكس. هو جالنا الحمد لله عن طريق من بوابة النادي الأهلي، والأهلي عامل بقى حفلة جامدة جدا في معبد حتشبسوت في الأقصر للإعلان عن تفاصيل مشروع الاستاد. طبعا ومعاه ورق التراخيص ومعاه كل حاجة للاستاد. الحفلة دي هتتذاع على قناة اون تايم سبورت، تمام، وموقع بقى اردوي كرة بلس او قناة كرة بلس اللي على اليوتيوب. طبعا النادي الاهلي استلموا رخصة الارض عشان الحفر عشان الاستاد، والاستاد هيبقى 142 الف متفرج. طبعا الاهلي طلب حكام اجانب لماتش القمة من 22. بقول لك اتحاد الكرة يخاطب 5 دول لاختيار حكام قمة الأهلي والزمالك وخطة بديل. خاطب اتحاد الكرة 5 دول من أجل ترشيح طاقم لإدارة مباراة الأهلي والزمالك. طبعا الأهلي اللي طالب الحكام يعني هو اللي هيدفع قال لك 50,000 دولار، ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 22 فبراير يوم السبت، مش اللي هو بكرة، لا يا جماعة السبت اللي بعديه. حضور معلم من اتحاد الكرة خاطب 5 اتحادات إنجلترا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا والمجر لترشيح طاقم حكام كامل من المستوى الأول. مش هنجيبوا حكام بقى بالدرجة الثانية والحاجات دي. كنا جبنا أحمد الغندور حكم بقى ولا حاجة لإدارة ابن ولا قريب كابتن جمال غندور، وله كل تقدير. هو حكم كويس مش وحش يعني، بس هو كان طرد لنا الراجل، اداله انذار بسرعة العش وهو ما كانش يستاهل الانذار، طارد، كان ممكن انذار أصفر عادي. وضعت لجنة الحكام مخاطبة الاتحادين الإيطالي والبولندي كخطة بديلة، يعني كده 7، مع استبعاد الاتحادين البرتغالي وسويسرا بسبب جنسيتي مدربة الفريقين. يبقى البرتغال وسويسرا اتكنسلوا عشان مش يبقى فيه ده برتغالي ده سويسري، الحكام عارفة المدربين، لا مش عايزين مشاكل في الملعب الأول وميول ونفسنا في الأول. قود السويسري مرسول كولر تدريب الأهلي فيما يستعد الزمالك إعلان بشكل رسمي جوزيه بيسيرو برتغالي. احنا خايفينك تمشي يوم الماتش ده بيسيرو ما تلحقش تتعرف على اسامي اللاعبين مع انهم معروفين. وكان الاهلي قد اصدر بيان عبر المقال اعلن من خلال رغبته بالاستعانه بطاقم حكام اوروبي خلال مواجهه يجيبوا الماني. هم الناس الالمان 100 ماشي، حزم وصارم كده، وما بيعرفوش الا الخط المستقيم في القرارات، وهيقفلوا الملعب على طول. يجيبوا الماني، انا بقول لكم ان شاء الله يعني رايي انهم يجيبوا الماني. طبعا الاهلي هيقابل الاسماعيلي، طبعا مصطفى العش هيغيب على الماتش ده ماشي، والزمالك هيقابل بتروجيت، ويعني بروفا كده قبل الماتش القمه يوم 22. كنا عايزين ماتش يوم الجمعه يعني يبقى راحه وكده، بس خلاص هنعمل ايه يوم السبت. وهتصدر بيراميدز جدول الترتيب ب 30 نقطه، طبعا بعد ما كسب اخر ماتش حرس الحدود ماشي، والاهلي 29 نقطه، وبعدين الزمالك. طبعا يا جماعه الاهلي بقى عنده شويه مصابين، بن شرقي وبن قلبي واشرف داري، وبن شرقي اسمه اشرف برضه عشان يبقى الاهلي فيه 2 اشرف ماشي، في وسام برضه مصاب، وعلي معلول جاهز لو الراجل عايز يلعبه، واشرف داري برضه جاهز، وبن قلبي برضه جاهز، بس انا مش عارف كولر عايز ايه. تمام.
انتظر زلزال الاهلي المغرب، وبعدين شو يعني بقول لك شويه فحوصات طبيه كده بسيطه. ماشي، بس الدكتور اعلن احمد جاب الله قال انه ايه، ان هو قال قبل كده ان بن شرقي مصاب، جاي هو مصاب في العضله الاماميه، وطبعا وما اتجددتش الاصابه، وبالتالي الراجل بدا ايه، يجري كده حوالين الملعب، وهيشارك ان شاء الله باذن الله، يبقى جاهز لماتش الاسماعيلي. والاصابه ما اتجددتش. اشرف داري برضو يا جماعه اول مره يتصاب في العضله الخلفيه، وبرضو ايه الراجل دخل في التاهيل ودخل في الايه، في التمرينات وكده، ورؤيه الجهاز الفني انه يلعب برضو، والاصابه دي مش متجدده. وسام ابو علي قال لسه قدامه، بس ممكن يلحق ماتش الايه القمه ان شاء الله. فبنقول لكم هنشوف ان شاء الله يوم الاحد منافسات جامده. وطبعا بكره هيلعب مرموش، فرب مرموش يهدف كده ونشوف اهدافه. ويوم الاحد بقى نشوف الاهلي مع الاسماعيلي. الاسماعيلي مغلوب من الجون، خد بالكم الاسماعيلي مغلوب من الجون، ما كسبش الجون. تمام. هيبقى الاسماعيلي شكل تاني، انسان تاني، فريق تاني قدام الاهلي، مع كل حبنا للاسماعيلي وحبايبنا في الاسماعيليه، بنحبهم من القلب، ونتمنى الاسماعيلي يصحى ويستفيق ويرجع يبقى احسن من الاول، ويبقى هو المنافس مع الاهلي والزمالك اكتر من بيراميدز. عايزينه يقرب ليه؟ ان هو نادي جماهيري، وكلنا بنحبه. ويبقى بقى ايه، يطلع لنا لعيبه حلوه كده زي احمد حسن، حسني عبد ربه، بركات، سيد معوض، عماد النحاس، اسلام الشاطر، كان ليه حارس مرمى برضو، محمد صبحي اللي خد احسن حارس مرمى في كاس العالم للشباب، بس يوم ما كان بيلعب قصاد الارجنتين، يوم ما خد احسن حارس مرمى دخل فيه 7 جوان، بس هو شال يجي 20 جون. ماشي. واحنا خدنا 3 العالم مع الكابتن شوقي غريب. بذكر شوقي غريب، لما سألوا مرموش انت زعلان من مين؟ قال له زعلان من الكابتن شوقي غريب، اللي هو ما خديش في الفريق الاولمبي ساعة ما كان بيلعب، عشان هو كان في سن ده كان بيتفرج على البطولة ويحزن. مبروك للزمالك المدرب الجديد، ويجددوا بقى مع زيزو، ما هو معاهم فلوس يدفعوا الشرط الجزائي، يجددوا مع الراجل عشان يلعب ماتش القمة وهو نفسيته مرتاحة كده، عشان مش نتفاجئ نلاقيه ماضي الاهلي ويلعب كاس العالم للانديه بس ما تصورش في الصوره للاسف. يعني ايه، وكل سنه وانتم طيبين، صلى على الحبيب قلبك يطيب.